هو فعلا انا ما جبتش مجموع عالي كفايه ان هو يدخلني كليه القمه مع التحفظ على الاسم، لان كل علوم ربنا قمم. بالرغم ان انا ما دخلتش حاجه كان نفسي فيها، ربنا اداني اكتر من اللي انا كان نفسي فيه بكتير. انا اتخرجت من كليه الاداب قسم اللغه الايطاليه بترتيب جيد جدا مع مرتبه الشرف. درست اللغه الايطاليه لاكتر من 4000 متسجل من جميع انحاء العالم. بدي كورسات ايطالي بقالي 7 سنين بالظبط، والحمد لله ناجحه فيهم جدا، وبطلب بالاسم ان انا درست اللغه الايطاليه لدكاتره جامعات في امريكا او حتى في ايطاليا. حتى الجاليه العربيه جوه ايطاليا يعرفوني كويس جدا. مش اعتقد، انا متأكدة ان انا لو كنت دخلت الكلية اللي كان نفسي فيها ما كنتش هعرف احقق كل ده، لاني متأكدة ان ربنا دايما بيحطنا في المكان الصح. فالخلاصة اعمل اللي عليك وخلاص، ما تتضايقش خالص من نتيجتك بعد الامتحان، لان والله نتيجتك بعد الامتحان ملهاش علاقة خالص بشطارتك ولا مجهودك. ده الموضوع كله توفيق من ربنا ونظرة انت مش شايف ده. في حالة واحدة بس، مادام انت متأكد انك عملت اللي عليك، مش مقصر، مش ضاربها طناش، لا، متأكد انك عملت اللي عليك، فساعتها بقى سيب النتيجة دي بتاعت ربنا وملكش دعوة. دي مش بتاعتك، لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على تعبك وعمره ما هيضيعه. بس كده.